بناء على طلب المتابعين، في ناس كتير جدا طلبوا مني طريقه سحب الجروبات الجديده لان القديمه اللي كلنا عارفينها وقفت. فانا النهارده جايب لك حاجه احسن من سحب الجروبات كمان، هي ان انا اخليك تبقى ادمن في اي جروب انت عايزه وانت مش ادمن فيه اصلا. انت بتتكلم جد؟ زي ما بقول لك كده، اخليك تبقى ادمن في اي جروب انت عايزه وانت مش ادمن فيه اصلا، وتقدر تسحبه كمان. فانا عايزك تركز معايا من اول ثانيه لاخر ثانيه، عشان الخطوات ديت هي خطوات بسيطه جدا ولكن عايزه تركيز. فاحنا اول حاجه زي ما انت شايف كده، طبعا ديت قناه التليجرام بتاعتي الجديده، يا ريت انك تنضم فيها لان القناه القديمه اتحظرت وناس كتير طبعا عرفت الموضوع ده. فيا ريت ان انت تيجي تنضم في القناه الجديده عشان تتابع معانا كل جديد. وطبعا لينك القناه ديت هسيبها لك تحت في وصف الفيديو. المهم ان انت اول حاجه بتدخل على تطبيق الواتساب عندك، او النسخه اللي هي على رقمك اللي شغال عادي جدا. طبعا الشتات بتكون قدامك هنا زي ما انت شايف. انا جايب لك جروب اسمه جروب تجربه اللي هو فوق خالص، ده اللي احنا هنجرب عليه. تمام. فانت اول حاجه بتدخل طبعا على الجروب زي ما انت شايف اهوت. انا هدخل بس اوريك حاجه. زي ما انت شايف كده هنا الادمن اهوت اسمه حمو. تمام. حمو ده اللي هو الادمن بتاع الجروب، وانا اهوت مش ادمن ولا اي حاجه. فانا بخطوات بسيطه هعملها دلوقتي هبقى انا الادمن، ومحمو كمان هيبقى ادمن، واقدر ازيله كمان من الادمن. فانا عايزك تركز عشان الخطوات ديت هي سهله لكن عايزه تركيز. تمام. ركز بقى معايا. اول حاجه ان انت طبعا بتكون الشتات هنا زي ما انت شايف اهي. بتروح بقى على الجروب اللي انت عايز تسحبه، وليكن مثلا الجروب اللي هو اسمه تجربه بالشكل ده. بعد كده بتدوس على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال، وهتلاقي في حاجه اسمها اضافه الى القائمه اللي هي ديت. تمام. بتبدا انك تدوس عليها، وهنا هتدوس على حاجه اسمها المفضله. تمام. هتلاقي في حاجه فوق اسمها قائمه جديده لو انت عايز تعمل قائمه جديده، ولكن المفضله بتكون جاهزه، فبتختارها وتدوس على كلمه تم. كده الجروب بيتضاف لقائمه اسمها قائمه المفضله. بعد كده بترجع تاني وتدوس على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال برضو. بعد كده الاعدادات، بعدين تنزل تحت شويه وفي حاجه اسمها التخزين والبيانات، هتبدا انك تدخل عليها. بعد كده في حاجه هنا اسمها الوكيل، هتلاقيها طبعا متوقفه، تدخل عليها بالشكل ده. بعد كده تدوس على حاجه اسمها الوكيل الذي تم اعداده. بعد كده هيقول لك هنا ان في حاجه اسمها لو انت عايز تضيف وكيل. الوكيل ده بقى انت هتكتب كود كده. الكود اللي انا هكتبه دلوقتي لازم انك تكتبه زي ما انا هكتبه بالظبط. تمام. بتكتب انت 1.2.1.1. لو انت غيرت رقم او نسيت النقطه اللي هي تحت ديت كده انت بوظت الدنيا. تمام. فلازم انك تكتب الكود زي ما انا كاتبه كده بالظبط عشان الطريقه تشتغل معاك. بعد كده تدوس على علامه الصح. بعد ما تدوس على الصح كده خلاص الوكيل اشتغل. بتبدا انك ترجع ورا، هتلاقي اشتغل اهوت زي ما انت شايف. بتبدا بقى انك ترجع تاني على نفس الجروب زي ما انت شايف كده. هتلاقي ان لسه مفيش اي حاجه حصلت في الجروب، ولا انت اترفعت ادمن ولا في اي حاجه حصلت. تمام. ولو دوست على اسم المجموعه هتلاقي ان انت لسه هنا مجرد عضو عادي، ما اترفعتش ادمن لسه. تمام. كده احنا لسه ما خلصناش اصلا. هنا الادمن هو حمو. تمام. عايز بقى اقول لك ملحوظه صغيره، ان انت لو جيت بعت رساله لاي شخص حتى لو في الجروب ده، يعني الجروب ده مفتوح، في جروبات انت ممكن تسحبها تلاقيها مقفوله، هتلاقي الرساله مش بتوصل لان انت مفعل حاجه اسمها وكيل. تمام. فتعالى بقى هنا، انا لسه مجرد عضو اهوت. تعالى بقى اوريك انا هترفع ادمن دلوقتي ازاي، والرساله لسه ما وصلتش لان انا مفعل وكيل. فبتبدا بقى انك تدوس على الثلاث نقط فوق برضو. بعد كده الاعدادات، وبتنزل برضو تحت وتروح على حاجه اسمها التخزين والبيانات اللي احنا لسه داخلين عليها من شويه. بعد كده برضو بتدخل على نفس الوكيل بس بتقفله. تمام. المره دي انت بتقفل الوكيل. بعد كده بترجع على طول على الجروب بتاعك بالشكل ده. هتلاقي ان فعلا الرساله لسه ما وصلتش، ولكن هي هتوصل حالا. انا هفضل احرك صباعي عشان برضو انا هترفع ادمن دلوقتي. انا هحرك صباعي عشان ما تقولش ان انا قصيت الفيديو او اي حاجه. تمام. ولو انت ملاحظ هتلاقي ان الرساله وصلت اهيت، وانا بحرك صباعي على الشاشه عشان ما تقولش انت قصيت الفيديو ورفعت نفسك اهو. زي ما انت شايف كده بيقول لك هنا اصبحت الان مشرفا، ولا سحر ولا شعوذه. وانا برضو لسه بحرك صباعي على الشاشه عشان ما تقولش انت رحت قفلت الفيديو ورفعت نفسك ورجعت تاني وقصيت وعملت. وطبعا لو انا جيت بعت انا رساله دلوقتي في الجروب او بعت في اي حد هتوصل عادي لان انا قفلت الوكيل. تمام. وهنا بيقول لك اهوت هتلاقي جنب اسمك مكتوب هنا مشرف المجموعه. وحمو ده انا اقدر بقى اشيله من المجموعه خالص، اطرده او انزله من الادمن عادي جدا. تمام. المهم ان انا بقيت ادمن في الجروب واقدر اسحبه عادي جدا زي ما انت شايف كده. تمام. والطريقه سهله وخطوات سهله، ولكن عايزك انك تركز انا عملت ايه بالظبط. والكود بتاع الوكيل خصوصا لازم انك تكتبه زي ما انا كتبته بالظبط. تمام. طيب بص يا حبيب قلبي، قبل ما تخرج من الفيديو وتروح تجرب الطريقه، عايز اقول لك ان كل اللي انا عملته دلوقتي ده فيك ومش شغال وبضحك عليك. والله العظيم زي ما بقول لك كده، مفيش حاجه من اللي انا عملتها دلوقتي شغاله، وكنت بضحك عليك. ليه بقى؟ لان اصلا مفيش حاجه اسمها تسحب جروب وانت مش ادمن فيه. لان لو في حاجه اسمها كده اصلا كان زمان الدنيا كلها خربت. يعني ما تبقاش الشركه صارفه ومكلفه وتيجي انت بطريقه بسيطه وخطوات زي ديت وتسحب جروبات الناس كلها وتخرب دنيتهم. فاهم؟ فطبعا مفيش حاجه اسمها كده خالص. انا يمكن افرت شويه في بدايه الفيديو او في صوره مصغره والموضوع والكلام ده كله، ولكن انا ما لقيتش اي طريقه تانية اجيبك بقى للحظه ديت غير الطريقه دي. فانا بقول لك اهوت مفيش حاجه اسمها سحب جروبات وانت مش ادمن، عشان ما تتعبش نفسك وتروح تدور كتير. خصوصا الناس اللي بتستخدم واتساب معدل من قناتي او من قناه اي حد تاني، بتلاقي ان في حاجه في النسخ المعدله اسمها ارفع نفسك ادمن او ادمن وهمي. طبعا في ناس كتير جدا جدا يعني بيفعلوا الزرار ويقول لي انا ليه مش بترفع ادمن حقيقي.
طب ما انا يا ابني كاتب لك ان ده زرار ادمن وهمي، يعني انت بتبقى ادمن كده ظاهر ان انت ادمن بس انت مش ادمن اصلا، فاهم؟ فانا بقول لك اهوت، لان الميزه ديت اصلا لو طلعت ان هي شغاله بجد كان زمانك خلاص معاك جروبات البلد كلها. فانا بقول لك اهوت عشان ما تتعبش نفسك وتروح تدور كتير جدا على اليوتيوب، منزلين طرق وحاجات كتير ولكن مش شغاله. ولو انت جربت الطريقه اللي انا منزلها دلوقتي برضو مش شغاله، تمام؟ فعشان تكون عارف بس. هتقول لي طب انت اترفعت ازاي ادمن؟ ما انا عادي معايا تليفون تاني رفعت نفسي ادمن منه وقلت لك ان انا اترفعت ادمن والطريقه شغاله، ولكن هي مش شغاله. وانا اقسم بالله عايز مصلحتك، مش بعمل كده عشان اضحك عليك ولا اي حاجه. انا بس عملت كده عشان اجيبك للحظه ديت واعرفك ان مفيش حاجه اسمها سحب جروبات واتساب وانت مش ادمن. طبعا هتلاقي ناس كتير جدا على اليوتيوب بدون ذكر اسامي وانا مش بقصد حد معين، هتلاقي منزل لك بيقول لك سحب جروبات الواتساب بالترمك، سحب جروبات الواتساب بالبايثون. كل ده طبعا مش شغال وكل ده فيك وكل اللي هم بيعملوه في الفيديو مش شغال، تمام؟ فلو انت جربت اي حاجه من اللي انت هتشوفها اصلا على اليوتيوب ديت هتلاقيها مش شغاله بخصوص موضوع سحب الجروبات وانت مش ادمن. انا بقول لك ممكن تسحبها وانت ادمن، لكن لو مش ادمن ما تعرفش تسحبها، فاهم؟ فهم بدل ما بيستغلوك ان هم ياخدوا ريتش والكلام ده على قفاك، طبعا انا بستغلك ان انت مثلا، انا واحد الحمد لله يعني ربنا يديم المحبه ان الناس كلها عارفاني في المجال، فانا بستغل الحته ديت ان انا اعرفك ان مفيش حاجه اسمها كده اصلا عشان ما تروحش تدور كتير وتتعب نفسك. فانا اسف لو انا مثلا حمستك في الاول او عملت لك حاجه زي كده، بس انا والله العظيم كنت عايز مصلحتك وانا مش قصدي ان انا اضحك عليك ولا اي حاجه خالص، والحمد لله الناس كلها عارفه بالكلام ده. بس كده يا اخواتي، ان شاء الله لو في اي جديد انا هنزله لكم ان شاء الله. بس كده يا اخواتي، سلام.